وفي مرة من المرات يا معلم كانت خارجة مع بولو وقاعدين في الكافيه، وكانت سعيدة جدا وهتطير من الفرحة، تحس انها واحدة وجوزها. فجأة مرة واحدة بيشوفها موظف من اللي شغالين مع جوزها مارك، راح فضل يبص عليها واستغرب جدا من اللي بتعمله، وساعتها عارف انها بتخون جوزها. لكن وقتها قرر ان ما يعرفش اي حد ويحتفظ باللي شافه لحد ما يجي دوره، وبعد كده سابها ومشي. ومع الايام يا معلم كولي بدأت تتغير مع جوزها مارك، ومش بتسأل فيه زي الاول ولا مهتمية بيه، وكمان مش بتاكل ولا تشرب معاه، وبدأت تعيش معاه حياة باردة جدا كأنهم اتنين مش بيحبوا بعض وقاعدين في نفس المكان. وكمان يا معلم جوزها مارك لما يقرب منها بتبعد عنه وتهرب منه بحجة انها تعبانة، وكانت بتعمل كده مع مارك لانها خلاص لقيت اللي عوضها الحرمان ورجع ليها شبابها مرة تانية. علشان كده الحلوة كولي بدأت تتجاهل جوزها مارك زي ما كان بيتجاهلها، علشان هو اللي وصلها لكده وللأسف خلاها خانته. في المشهد اللي بعد كده يا معلم بنشوف كله وهي بتجهز فستان جميل جدا عليها، ومارك جوزها شاف الفستان قبل ما تلبسه وساعتها فرح جدا وطلب منها يقضوا اليوم مع بعض. وساعتها الحلوه كولي رفضت انها تخرج معاه بحجه ان عندها ميعاد مهم مع الدكتور، وبالفعل بنت اللعيبه قدرت تهرب منه. لكن وقتها يا معلم جوزها مارك بدا يشك فيها علشان حس انها متغيره من ناحيته، عشان كده قرر يتصل بالعياده بتاع الدكتور. وقتها عرف ان الدكتور اللي بتروح له مسافر وهيرجع بعد كام يوم. راح مارك يا معلم بدا يشك فيها. وبنرجع مرة تانية للحلوة كولي اللي كان بينها ميعاد هي وبولي، وكانت لابسة ومتشيكة على آخر. فجأة ومرة واحدة وهي ماشية في الطريق أصحابها بيشوفوها وعزموا عليها إنها تشرب قهوة معاهم، وساعتها كانت عاوزة تهرب منهم بأي طريقة علشان ما تتأخرش على حبيب القلب بول. لكن أصحابها أصروا إنها تشرب قهوة معاهم، وقتها اتوترت جدا وما كانتش عارفة تعمل إيه، واضطرت إنها تدخل الكافيه معاهم. وهي قاعدة مع أصحابها يا معلم فكرت إنها تتصل بحبيب القلب بول علشان تحتذر ليه وتعرفه إنها تأخر شوية، وبالفعل بتعمل كده. راح بول سألها عن اسم الكافيه. بعد كده بسرعة رجعت عند أصحابها وفضلوا يتكلموا عن حاجات كتير. بعد شوية يا معلم بول بيروح الكافيه والحلوة كولي شافته وفرحت جدا. وقتها أصحابها بيلاحظوا حاجة غريبة عليها، إنها بتبص على الشاب الموجود وراها، وبسبب كده يا معلم شكوا إن في حاجة ما بينهم وإنها بتخون جوزها مارك معاه، لكن ما عندهمش أي دليل على كلامهم. بعد شوية الحلوة كولي استأذنت منهم عشان تروح الحمام، وقتها كان حبيبها مستنيها هناك. وهناك يا معلم بدأ يقرب ليها وحصل بينهم اللي حصل، والواد روق عليها. بعد شوية كولي يا معلم رجعت عند أصحابها، وساعتها يا معلم هدومها وشعرها والمكياج بتاعها كانوا مبهدلين، وأصحابها لما شافوها شكهم بيزيد وعرفوا إنها بتخون جوزها.